مشكله الكذب عند الاطفال. معظم الامهات بتواجه المشكله دي عند الاطفال من هو صغير، وبتفتكر ان دي مشكله كبيره قوي، بتفضل تقول ان هو بيكذب وما بتعرفش تعالج المشكله، ومهما تحاول تتكلم معاه مفيش فايده. وفي فرق بين انه بيكذب وانه بيتخيل. دي الجمله اللي انا عاوزه الناس كلها تفهمها. مفيش طفل في سن صغير جدا، سنتين ثلاثة أربعة، بيبقى بيكذب. في أطفال بتكون بتتخيل يعني ممكن يكون قاعد قدام كرتون وحاسس نفسه إن هو زار حديقة الحيوان، فيجي يقول لك ماما أنا كنت في حديقة الحيوان وعملت كذا وعملت كذا. فأنت بالنسبة له بتقول له اكذب يا حبيبي. هو مش بيكذب، هو بيتخيل. فهو بيجي يحكي لك اللي هو تخيله، بس هو مبقاش مدرك إن هو تخيل. وفي أطفال بتكذب. طب إزاي أحل المشكلة دي؟ أولا ما أقولوش إن هو بيكذب، بل بالعكس. العقل اللاواعي بيترجم إن هو ما تكذبش يبقى أكذب، بيترجم كلمة لا لنعم. فببدا اعمل ايه؟ ببدا احاول احاكي التصرف، احكي له قصه عن اللي هو عمله. اما اجيب له قصه عن الصدق، بجيب قصه عن الصدق مش عن الكذب، وابدا احكي له عنها، هيبدا هو ياخد القصه دي يطبقها في حياته. اما يحكي القصه دي، اما ابدا اتعامل مع الموقف بحياديه جدا، وما اذكرش كلمه ان هو كذاب. كده انا بحل المشكله. انما طالما ذكرت كلمه الكذب، الطفل هيفضل حاطط في دماغه ان كده كده انا كذاب، مهما اعمل اي حاجه انا كده كده كذاب، فاكذب. بالظبط، هو ده المشكله اللي بتبقى عنده وانتي مش واخده بالك.